عندك دير هذا الغلط. بزاف ديال الناس كيترينيو اي رياضه ما كيعطيوش الاهميه للحركات التسخينيه، واللي هو الفضل ديال هذه الحركات كيكسب الجسم الحراره الكافيه اللي غتخليه يتحرك بكل سهوله ومرونه. وبفضل التسخينات كنتفاداو الاصابات، والمده الكافيه اللي كيحتاجها الجسم باش يسخن عن طريق الاحماء هي 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، ويمكن تزاد على حسب الظروف اللي انت ولا انت كتريني فيهم. مثلا 10 دقائق كافيه في فصل الصيف، اما في وقت البرد كتزيد الماكس ديالك حتى كتحس بالجسم ديالك سخن بما فيه الكفايه. وبفضل هذا الوارم اب كتزاد النشاط ديال الدوره الدمويه وكتساعد الاكسجين باش يوصل للعضلات بكميه اكبر. هذا الشيء علاش هذه الحركه التسخينيه كتعتبر الخطوه الاولى ديال اي رياضه في العالم، حيث كتقلل من خطر الاصابات وكتزيد تخلي الجسم يكون مستعد لاي مجهود بدني. واغلب الاصابات اللي كيتصابوا بها اصحاب الكاليستينكس بسبب الاهمال لهذه التسخينات هي الكتاف والظهر واللومبير وبعض المرات البونيات. شنو اللي احسن؟ واش نتريني 4 ولا 5 المرات في السيمانه؟ اللي مهم هو البروغرام ديال اليامات اللي غترينيهم، اللي غيخصك تختار فيه عدد الايام اللي كتماشى مع نمط الحياه ديالك، مثلا الدراسه والعمل. المهم شي حاجه كتكون في الحياه ديالك اليوميه وكتاخذ حيز كبير من وقتك. المهم من هذا الشيء كامل هما التمارين اللي كتناسب مع مستواك الرياضي كمبتدئ او المتوسط او المستوى المتقدم. وعندنا جوج انظمه في البروغرام ديال لونطريمون. النظام الاول كيخليك تستهدف عضلات 2 المرات في السيمانه في مده 4 ايام، واليوم الخامس كيبقى اختيار، تقدر دير فيه كارديو خفيف او اي حاجه، مهم ما يكونش فيها مجهود عضلي بزاف. النظام الاول نهار 2 كنخدموا الفوق، ونهار 3 كنخدموا لتحت، الاربعاء الراحه، والخميس الفوق عاوتاني، الجمعه لتحت، السبت راحه، ونهار الاحد كما قلت اختياري بشرط ما يكونش فيه مجهود عضلي. اما النظام الثاني فكنستهدفوا فيه 2 عضلات في نهار واحد. الاثنين كنخدموا مثلا الصدر والبيسيبس، 3 راحه، والاربعاء الظهر ومع التريسيبس، الخميس الكتاف والترابيز، الجمعه راحه، السبت الرجلين زائد الكرش، لحد راحه. وهكا نكونوا خدمنا العضلات كاملين مره واحده في السيمانه. وهذا البروغرام يمكن ليك تموديفيه، يعني تبدل فيه وقت ما بغيتي على حساب كل واحد واش كيتماشى مع نمط الحياه ديالو. واخيرا وصلنا لنهايه الفيديو، والسلام عليكم.